سلام سلام، اهلا وسهلا في قناه كنزه كويزين. مرحبا بكم. ان شاء الله اليوم حنفكركم في يامات زمان بحلوه الطابع تاع زمان تجي بزاف بنينه. اذا عجبكم لا فيديو تاع اليوم ما تنساوش تخلوا لي اكبر عدد من اللايكات، واللي مشي مشترك مرحبا بكم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش تتوصلي بالجديد. هنا مباشره نبداو في الوصفه. هنا بسم الله. واش عندي زوج حبيبات تاع القارص، حكمت نحيت لهم الزاز تاعهم. هنا جبت البيض، كيلت، انا درت هنا زوج بيضات وبياض بيضه كيلتها شحال ما جاتني. درت السكر، نقصت منها حوالي اصبع السكر. كيلي انتي دائما نقصي السكر شويه، والزيت ديري نفس حجم واش درتي البيض ديري الزيت. ونزيد ندير هنا مغرف صغيره تاع لافاني تحبي ديريها، تحبي ديري زاز دو سيترون. هنا يرجع لك اختياري، انا هنا نحب درتهم للزوج خاطر طابع بلا مبشور القارص ماشي طابع. ممكن نخلطهم مليح تيذوب لنا هذاك السكر بيان. ودوك تشوفوا معايا هنا كما قلت لكم في العنوان مكون سري، ما تامنوش لي دقه عندي ما يامنش كان في هذاك المكون. هنا نخلطوها مليح البنات حتى يذوب لنا داك السكر تماما، هكاك واحد 2 دقائق ولا. هنا نديروا الكاس الاول تاع الفرينه، بيان سور الفرينه تاعك تكوني مغربلتها. هنا عندي باكي خميره تاع 10 غرام، وشوفوا هذيك خميره العجين، هذا هو السر. خميره العجين نديروا على راس المغرف، على راس المغرف حتزيد الحلوه تاعك بلا ما تكتري خميره الكاطو، تنفخ لك الحلوه تاعك وتشققها لك. ونبداو نضيفوا الفرينه بالتدريج. انا هنا كلات لي حوالي 4 كيسان تاع الفرينه، لكن نتوما ضيفوا بالتدريج، تقدر تاكل كتر تقدر قل. المهم ما تيبسيش لاباط تاعك، شوفوا كيف لاباط تكون طريه ما تلاصقش فقط في الايادي. هنا نجيبوا رشوا شويه فرينه ونبداو نفتحوها شويه، السمك تاعها متوسط، ما رقيقه بزاف ما خشينه بزاف. وجبت انا هذا المول تاع قلب درتها، ولا نتيا لي مول اللي تحبي ديريهم تقدري ديريهم اللي عندك تاع الطابع. ونبداو نرفدوا فيها هكا بكوبات باش ما يروحلكش الشكل. لاباط بيان سور اذا كانت طريه، ها هو شوفوا العلو تاعها كيفاه. بعد ما نديروهم في البلاطو نجيبوا هذيك الصفار تاع البيضه اللي خليناها، ندهنوا الحلوه تاعنا ونديروا لها هادو ما فيرميسيل، ولا انا نص درتهم هكا بفيرميسيل بالالوان، ونص درت لهم بالسكر. وهذا وندخلوها طيب على 180 عفوا 160 درجه. بعد ما تحمرنا مليح من تحت نزيدو نشعلوا لها تاخذ لا كولور بيان دوغي من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه الطابع تاعنا، جات بزاف بنينه وخفيفه. هاد الوصفه جربوها بهاد الطريقه، راني متاكده تعجبكم بزاف. هي حلوه الطابع تاع زمان، لكن اختلاف كل واحد طريقته كيفاه يديرها. هنا فقط انا ضفت لها هذيك خميره العجين. جربوها البنات بهذيك الطريقه، وانا كما قلت لكم جميع من دقها عندي ما امنش بلي فيها خميره العجين. شوفوا الداخل كيفاه تجي خفيفه ومهويه.